اليوم نحتفل بمرور 25 عاماً على خدمة أبونا الجليل، أبونا القمص إبراهام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، أو كما يحب أن نقول عنه وكيلاً عن قداسة البابا. تعرفت على أبونا إبراهام وهو المهندس أسامة حوالي سنة 98 أو 99. جذبني فيه الشخصية الهادئة. الشخصية الهادئة دي نعمة كبيرة من عند ربنا. الخادم والكاهن والأسقف الهادي دي صفة إلهية الله يعطيها لنا. أحد الأسباب القوية لنجاح تجربة وجود آباء أساقفة يخدمون بصورة رائعة هو وجود أبونا إبراهام كوكيل لنا في الإسكندرية. أبونا إبراهام بشخصيته، بفكره، بطريقته، بأسلوبه محبوب من الأحبار الأجلاء، ويقوم بدور قوي في التنسيق وفي العمل كوكيل لنا في البطريركية. والحقيقة يعني ربنا يحفظ ويبارك عمل رائع. أنا شخصيا يعني قلبي يتهلل جدا بهذا العمل اللي روح الله يمسحه ويملأه ويجعله مثمرا. رحلة أبونا إبراهام رحلة أختصرها في 3 كلمات. أول حاجة أبونا إبراهام المتعلم، أبونا إبراهام الخادم، أبونا إبراهام المدبر. عشان كده دي رحلة أما يقول المسيح إلهنا كل كاتب مش معلم، كل كاتب متعلم، هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. أي أن الشخص عندما يتعلم هو عظيم، هم يبقى عظيم أما يتعلم. كل كاتب مش معلم لكن متعلم. بشكر كمان الفيلم اللي تقدم قدامنا وتقدم بالAI، وإزاي إن عمل ربنا بيتقدم باستمرار، وإزاي نقدر نعمل شغل جميل ونقدر نستحضر حاجات من التاريخ بتاعنا بصورة عصرية ومناسبة جدا. ما أقدرش أقول غير إن أنا بشكرك يا رب، بشكرك لأنك حطيت في طريقي، ودي الكنيسة، حطيت في طريقي آباء اتلمذت على ايديهم وتعلمت منهم كتير. قداسة البابا الحقيقة مش لاقي كلام أشكر قداستك بيه على حضورك ده. الحقيقة يعني شرف أنا لا أستحقه، واسمح لي قداستك إن أنا مش بشكرك بس على حضورك، أنا بشكرك على سنوات طويلة فاتت اتعلمت من قداستك كتير، وسمحت لي إن أنا أتلمذ على ايدين قداستك واتعلم. والحقيقه اتعلمت كتير ولا زلت بتعلم. احنا بالتالي جايين عشان خاطر نشكر ربنا ونمجده على عمله في الكنيسه وعمله في ابونا ابراهام. قداستك دايما بتنور الكنيسه، بس النهارده ليها طبع خاص يعني، لانه قداستك بتشاركنا في مناسبه غاليه جدا علينا، فكون إني قداستك موجود وسطينا فوق راسنا سيد. كل سنة وقدسك طيب أبونا الحبيب، وعقبال سنين وسنين وسنين، ونحتفل بمناسبات كلها سعيدة في حضور الأحبار الأجلاء وفي حضور الآباء الكهنة والأراخنة وكل الشعب المحب للمسيح اللي بيخلينا نقف قدامه نقول له يا رب بنشكرك على كل النعم الكبيرة اللي اداها لنا، وبنشكرك على المحبة الفياضة في كنيستنا. وزي ما بنرتل في القداس نقول من جيل إلى جيل، من جيل إلى جيل. أبونا اتعلم على إيد آباء أكبر منه، تعلم منهم، وهوذا الآن يعلمنا، وهكذا من جيل إلى جيل.